عبق الشهر الكريم يتضاعف هنا، حيث بيت الله الحرام وجلال المشهد وحشود المعتمرين من قاصدي بيت الله الحرام. لحظات الإفطار على وجه الخصوص لها مذاق خاص هنا، مثلما هذا المكان يتباهى بخصوصية القداسة والطهر والأمان. وقبيل أذان المغرب تمد موائد تفطير الصائمين هنا في ساحات المسجد الحرام. العمل اللي نقوم به هو تفطير الصائمين، هذا شرف لنا كبير وأجر كبير، ونفتخر بخدمة المسلمين في هذا الحرم الكبير. بالنسبة لنا نحن نأتي عن طريق البرادات، فننقل الوجبات إلى الموقع على الساعة 5، وتقريبا للساعة 6 نقوم بفرش الصفر ووضع الكراتين، وعند قبل المغرب ربع ساعة نقوم بتوزيع الوجبات على المعتمرين، وبعد المغرب نقوم بلم الصفر وشيلها وتنظيف الموقع كاملا تماما. لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة تبذل جهودا كبيرة لتنظيم موائد تفطير الصائمين، الأمر الذي يجعل المشهد أكثر تناسقا وانسجاما وروحانية. ومن بين تلكم الموائد تتجلى مائدة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يرحمه الله، والتي تتمركز في عدة مواقع بساحات الحرم المكي الشريف. الذي أريد أن أشير إليه أن الوجبة هذه ابتدأها الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، ثم أن ابنه من بعده عبد العزيز بن فهد وفقه الله وسدده استمر بتنفيذها عاما بعد عام إلى يومنا هذا، سواء في موسم الحج أو موسم العمرة، فهو ينفق عليها بكرم وسعة، نسأل الله عز وجل له القبول. هي عبارة عن وجبات توزع على المعتمرين والصائمين في مكة وفي المدينة وعلى مساجد الحرم بكميات ولله الحمد تعتبر كبيرة جدا، معدل يومي تقريبا قرابة 30 إلى 40 حسب المواسم وحسب الجمع وحسب كثافة المعتمرين والزوار. قطاعات حكومية وأهلية عدة تتضافر جهودها لتنسج هذا المشهد الروحاني. لا شك أنه كل إنسان يسعد بما يراه ويشاهده حول الحرم من على طوال العام، ولكن بالذات في شهر رمضان المبارك من المشاركة من المحسنين وولاة الأمر في مشاريع تفطير الصوام، وهذا يبعث روحانية حول ما تشاهدون الآن في الساحات الشمالية والغربية والتوسعة كلها من فضل الله يوجد بها تفطير للصائمين، وهذا مما يجعل أنه هناك تلاحم بين المسلمين في هذا الشهر الفضيل. وهكذا تكتمل فرحة الصائم بفطره، وتكتمل فرحة المساهمين في تفطير الصائمين في أشرف مكان وأقدس بقعة. تتعدد ألوان القربات في الشهر الفضيل، تفطير الصائمين إحدى ألوان هذه القربات، ولها نكهة خاصة من هنا من أطهر بقعة على وجه الأرض بجوار المسجد الحرام. صلاح عبد الشكور الأركاني، قناة المجد، مكة المكرمة.